الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب تالتة إعدادي. تكملة للدرس السابق اللي هو الضرب الديكارتي لمجموعتين منتهيتين. كلمة ضرب ديكارتي احنا قلنا بالنسبة لضرب المجموعة في المجموعة ديت نسبة إلى العالم اللي اسمه ديكارت. بيديني إيه؟ ما بيدينيش الاتنين في تلاتة بستة، دي خطأ. أمال إيه؟ أمال بيديني زوج مرتب اتنين وتلاتة داخل قوس المجموعة، يبقى بيديني اتنين وتلاتة زوج مرتب داخل قوس المجموعة. يبقى لازم يكون المسقط الأولاني من المجموعة الأولى والمسقط الثاني من المجموعة الثانية. طب هنا مثال تاني بيقول لي المجموعة 3 و4 في المجموعة 5 و6 يديني إيه؟ يكون أزواج مرتب. طب الأزواج المرتب 3 و5 و3 و6 وكمان 4 و5 و4 و6، يبقى دي أزواج مرتبة. يبقى 3 و5 و3 و6 وأربعة وخمسة أربعة وست. تمام، داخل قوس المجموعة. يبقى احنا عندنا هنا يا أولاد بالنسبة لضرب المجموعات بيكون أزواج مرتبة، بس الأزواج المرتبة اللي هي بتتكون مسقطها الأول من المجموعة الأولى والمسقط الثاني يكون من المجموعة الثانية اللي هي دي. طيب مديني مجموعتين، إذا كانت س المجموعة 1 و2 وصاد المجموعة 5 و7 و8، بيقول لي هنا س في صاد، يعني ضرب المجموعة س في المجموعة صاد ضرب ديكارت. طيب ماشي، تعالى كده نضرب ضرب ديكارت للمجموعة ديت في المجموعة التانية اللي هي صاد. يبقى بيديني ايه؟ 1 و5، يبقى الزوج المرتب 1 و5 و1 و7 و1 و8. تمام، يبقى احنا خلصنا من العنصر 1. تعالى نشوف العنصر 2 نفس الطريق. يبقى 2 و5 والزوج المرتب الثاني 2 و7 والزوج المرتب اللي بعد كده 2 و8. ديت بالنسبة لضرب المجموعة س في المجموعة صاد. طيب هنا لو اداني الناتج ديت وقال لي ديت عبارة عن ايه؟ س في صاد، عناصر س اللي هي المسقط الاولاني، طب وعناصر صاد هي المسقط الثاني. يعني هنا يقول لي الواحد ينتمي لس، وهنا برضك الواحد بينتمي لس، طب والاثنين تنتمي لس. طب لو قال لي الخمسة والسبعة والثمانية دولك عناصر بتنتمي للمجموعة صاد. طب المخطط السهمي، يبقى لما نيجي نعمل المخطط السهمي هيكون بالشكل ده كده. ادي المجموعة الاولانية اللي هي س، وادي المجموعة الثانية اللي هي صاد. طيب المجموعة س اللي هي كام؟ اللي هي عبارة عن الواحد والاثنين. طب والمجموعة صاد 5 و7 و8. هنعمل ايه؟ كل عنصر هيطلع منه سهم للعناصر التانية اللي هي موجودة في صاد، يعني 1 و5 1 و7 1 و8. يبقى دي اسمه مخطط سهمي توضيحي لحاصل الضرب س في صاد. طب والاثنين في 5 و2 و7 و2 و8، يبقى دي اسمه مخطط ايه يا ولادي؟ مخطط سهمي. طب المخطط البياني، المخطط البياني تبقى المجموعة س اللي هي الأولانية أفقي، يبقى أدي س. طب والمجموعة التانية اللي هي صاد تبقى ديت عبارة عن رأس بالشكل اللي هو باين قدامنا دي. طب المجموعة س كام وكام؟ 1 و2، والمجموعة صاد 5 و7 و8. طب 1 و5 1 و7 1 و8، 2 و5 2 و7 2 و8. يبقى كده أنا عملت المخطط البياني اللي هو موجود عندنا دي. في بعض الملاحظات الهامة ناخد بالنا منها، ايه هي؟ بيقول لي لو انت عندك المجموعة س في فاي، المجموعة فاي هتساوي س فيها عناصر وفاي ده فاضية مجموعة خالية، يبقى بيديني فاي. طيب لو فاي في أي مجموعة تديني فاي برضه. طب نمرة 2، لو قال لي إن المجموعة س عبارة عن 2 و3 و4 وقال لي هات لي نون س بتساوي، يقصد بنون س عدد عناصر المجموعة س اللي هي عبارة عن ايه؟ 3 عناصر. يبقى نون س بتساوي 3 عناصر اللي هم عدد عناصر المجموعة س. طب رقم 3، لو قال لي ان المجموعة س بتساوي 3 و4 والمجموعة صاد عبارة عن 2 و5 و6، وقال لي أوجد نون س في صاد بتساوي إيه؟
عدد عناصر س في عدد عناصر ص، يبقى انت عندك هنا عناصر س 2 وعناصر ص 3، يبقى الاتنين في 3 يديني 6 عناصر. طب ن ص في س هي برضك بتساوي 6، يعني ن س في ص هتساوي ن ص في س. ديت عبارة عن حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين منتهيتين. طيب هل في ضرب ديكارتي تاني لمجموعات غير منتهية؟ طبعا في مجموعات تانية غير منتهية. طيب ناخده مسألة، مثال واحد بيقول لي إذا كان المجموعة س بتساوي 1 و3 والمجموعة ص بتساوي 2 و5، هنا بيقول لي س في ص بتساوي، طب س تربيع بتساوي، طب ن لس في ص بتساوي. هنا بقى بالنسبة للمسألة دي لما يجي يقول لي هنا س في ص، يبقى هتكون الأزواج المرتبة لحصل ضرب المجموعة س في المجموعة ص، يبقى عبارة عن إيه؟ 1 و2 1 و5 و3 و2 و3 و5 داخل قوس المجموعة س تربيع، يبقى المجموعة س في المجموعة س، يعني إيه؟ المجموعة 1 و3 في المجموعة 1 و3، طيب بتديني إيه؟ 1 و1 1 و3 و3 و1 و3 جت ازاي؟ ديت عبارة عن ايه؟ المجموعة 1 و3 في المجموعة 1 و3، مجموعة في مجموعة بتكون الأزواج مرتبة زي ما اتفقنا وخدنا المسألة دي قبل كده. ن س في ص عدد عناصر س 2 وعدد عناصر ص 2، يبقى الاتنين في 2 بكام؟ ب4. شكرا، ومع تكملة في درس آخر.